السلام عليكم وتحية طيبة لجميع الإخوان اللي متبعين القناة ميس إكرام. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم وكان تحت الطلب ديالكم، واللي هو مقاول ذاتي في المغرب. من بعد ما كنت نشرت واحد الفيديو كنهضر فيه على كيفاش يمكن لك تستخرج فيزا بالمقاول الذاتي باش تسافر لإسبانيا ولا فرنسا ولا غير ذلك، يعني طلب فيزا شنغن. وصلتني بزاف ديال الرسائل من طرف المتتبعين في الصفحة ديال فيسبوك وفي الانستغرام. طلبوا مني باش نكتب لهم او باش نقول لهم، يعني نعمل لهم واحد الموضوع على المقاول الذاتي. هذا علاش هذا الفيديو غنخصصو اليوم على هذا الموضوع، باش نجاوب على كاع الاسئله اللي متعلقه بهذا المقاول الذاتي. اذا شنو هو المقصود بالنظام المقاول الذاتي في المغرب؟ وقبل ما نطرقوا للموضوع كنتمنى تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد الناس، مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، باش يصلوا نتاهم الجديد ويكون هذا الموضوع كيفيدهم. اذا كيف ما قلت لكم، شنو هو المقصود بنظام المقاول الذاتي في المغرب؟ اول حاجه، الا بغينا نعرفوا شنو هو المقاول الذاتي خصنا نرجعوا للتعريف القانوني ديالو. وفي التعريف القانوني ديالو هو واحد الصيغه مقاولاتيه اختياريه جديده، يعني ماشي مفروضه على اي واحد. تصدرت في ظاهر الشريف رقم 1/15/06 بتاريخ 19 فبراير 2015، الصادر بالتنفيذ القانون الرقم 114/13، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 12 مارس 2015، واللي متعلق بالنظام المقاول الذاتي. عطيتكم هادشي بالتفصيل باش يكون قانوني. هاد النظام جا على اساس محاربة القطاع الغير المهيكل، وكيشجع عباد الله باش يخدموا على راسهم وعند راسهم خصوصا، يعني يخدموا عند راسهم. الناس اللي باغيين ينشئوا واحد المقاولة، الناس اللي كيخدموا في قطاع غير منظم، والطلبة والناس ديال التكوين والمتدربون، والناس اللي ما عندهم حتى خدمة، يعني الناس اللي مشومية شوماج. وايضا جا هذا النظام باش يسهل الاجراءات الاداريه باش يقدروا هاد الناس يدخلوا لمجال المقاولات ويحصلوا على التمويل من مؤسسات القروض. يعني كتعتبر موقع ae.gov.ma الموقع الرسمي للنظام المقاول الذاتي، حيث يمكن من الاداره حيث يمكنك من الاداره جميع الامور المتعلقه بهذا النظام. وكنذكروا من بينها التسجيل في نظام المقاول الذاتي، تحميل النموذج ديال الفاتوره الخاص بالمقاول الذاتي، يعني هذا الموقع يمكن لك تعمل فيه كل شيء، التصريح يعني بالرقم المعاملات ودفع الضرائب المستحقه. يمكن ايضا اداره الحساب الخاص بالنظام المقاول الذاتي مباشره من خلال الرابط ae.gov.ma مون كونت. عطيتكم هاد الديتاي باش تقدروا تزيدوا تعرفوا اكثر. اذا شكون هو المقاول الذاتي؟ المقاول الذاتي او بالفرنسيه اوتو انتربرونور، او باللغه الشات مقاول الذاتي اللي مكتوبه كيف ما شفتوا مقاول ذاتي، هو اي واحد كيخدم عند راسو، ما كيخدمش في شي صنعه يعني مع شي واحد اخر، كيخدم عند راسو في شي صنعه او حرفه او تجاره او تقديم الخدمات. من هاد الخدمات كيصور واحد المصروف باش يعيش راسو ولعائلته، يقدر يمشي بعيد. ولكن باش تعتبر الشخص مقاول ذاتي خاص يدوز رقم اعمال ديالو السنوي خلال العامين متتاليين، سيكون 500 ألف درهم اللي هي 50 مليون سنتيم إلا كان صنايعي أو تاجر بيع وشري أو حرفي، و20 ألف درهم إلا كان كيقدم المقاول الذاتي الخدمات. فوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عملت واحد اللائحة كتبين فيها شنو هما الخدامي اللي يمكن يقدر الواحد على اثر ديك الخدمات يرجع مقاول ذاتي. لائحه طويله وفيها بزاف ديال الخدامي، على داكشي ما غنذكر لكمش شنو هما هاد الخدمات اللي تقدروا تخدموهم، لان تحتاج فيديو اخر باش ما يكونش هاد الفيديو طويل عليكم. وبالنسبه لطريقه التسجيل في المقاول الذاتي، اول حاجه اعداد الملف ديال التسجيل الخاص بك كمقاول ذاتي، وذلك من خلال البوابه الالكترونيه اللي متعلقه بالمقاول الذاتيين. اول حاجه. ثاني حاجه كتملا واحد الاستماره وكتطبعها، يعني استماره المقاول الذاتي، وذلك ايضا من خلال عاوتاني البوابه الالكترونيه ديال المقاول الذاتي. اذا بغيتو نخلي لكم الموقع ديالها في صندوق الوصف، عاد ترجعوا لصندوق الوصف وعاد تجبروا. من بعد كتنزل الملف ديال الطلب التسجيل كمقاول ذاتي، كتزيد واحد الوثائق المطلوبه في احد الشبابيك ديال الشركاء البنكيين البريد المغرب.
تتبع من بعد كتبع وضعيه ديال طلب التسجيل الخاص بك من خلال الدخول للحساب ديالك على البوابه الالكترونيه اللي سبق لي وقلت لكم. بالنسبه للشركاء البنكيون البريد بنك كاينين البريد عفوا المغرب كاين البريد بنك التجاري وفا بنك وفا بنك البنك المغربي للتجاره الخارجيه البنك الشعبي القرض العقاري السياحي مجموعه القرض الفلاحي للمغرب والشركه العامه المغربيه للابنك يعني كتنزل الدوسي ديالك عندهم. بالنسبه لامتيازات المقاول الذاتي شحال من واحد غيقول من ربح عندي انا في هذا النظام المقاول الذاتي واش غادي يكون عندي شي امتيازات او غير يفرع الراس وصافي. نظام المقاول الذاتي وبحسب الامتيازات اللي مذكوره في الموقع واللي محسوب على وزاره الصناعه والاستثمار والتجاره والاقتصاد الرقمي قال لك اسيدي بلي المقاول غادي يكون عنده بزاف ديال الامتيازات بحال مثلا الامتيازات الجبائيه والضريبيه. المقاول الذاتي غادي يستافد من امتيازات خاصه بالضريبه على الدخل وامتيازات على الضريبه ديال القيمه المضافه وامتيازات على صافي زائد القيمه وامتيازات على الرسم المهني. وحنا غادي نشرحوا يعني كل امتياز بوحدو باش نوضح الصوره اكثر. بالنسبه للضريبه على الدخل الضريبه على الدخل عندك الصنايعي او التاجر او الحرفي غادي يخلص غير 0.5% كضريبه على رقم الاعمال المحصل عليها واللي ما كتتجاوزش 50 مليون سنتيم. يعني هذا اللي قلت لكم في الفيديو القديم يعني اللي فات بان الضريبه ديال المقاول الذاتي ما كتفوتش 1% وقل من 1%. مقدم الخدمات غادي يخلص غير 1% على رقم الاعمال المحصل عليه واللي ما كيتجاوزش 20 مليون سنتيم. ثاني حاجه صافي زائد القيمه يعني المقاول الذاتي كيخضع للتشريع والانظمه الجاري بها العمل على الدخل بالتطبيق الاسعار المشار اليها في الماده 73 بعده على الرقم الاعمال السنوي المحصل عليه. غير هو اللي خصك تعرف باللي صافي زائد القيمه اللي وصلوا المقاول الذاتي من خلال تفويت او سحب الاموال المجسده او غير المجسده المخصصه للاستغلال كتبقى خاضعه للضريبه كيف ما هو منصوص عليها في الماده 41 وايضا بحسب جدول ديال الاسعار اللي موجود في الماده 73. الضريبه على القيمه المضافه التيفيه المقاول الذاتي معفي من الضريبه على القيمه المضافه مادام ان رقم الاعمال السنوي ديالو المحصل عليه يعني في السنه اللي هي 50 مليون كيتعفى من الضريبه. والرسم المهني لا باتونت يعني المقاول الذاتي غادي يتعفى من الرسم المهني اللي معروفه بلا باتونت لمده 5 سنين يعني من الرخصه يعني اللي قلت لكم لا باتونت يعني تتعفى منها 5 سنين وكتبدا من العام اللي بدا فيه الشخص يخدم المقاول الذاتي. غير هو راه المقاول الذاتي كيبقى خاضع لنفس القواعد المراقبه والنزاعات والتقادم والعقوبات المنصوص عليها للناس اللي خاضعين للضريبه بالرسم الدخول المهني حسب النظام الجزافي. امتيازات اخرى اللي يستافد منها المقاول الذاتي في المغرب كاين امتيازات اخرى يقدر يستافد منها كل شخص بعد التسجيل في المقاول الذاتي ماشي ضروري يكون عنده سجل تجاري. الاعفاء من مسك المحاسبه الواجب على التجار العمل بها يعني معفي من الكونطابيليتي. يقدر يخدم في المحلات المخصصه لنوع الخدمه ديالو واللي ما كانش عنده المحل يقدر يخدم في دارو او في شي محل كيشتركوا فيها بزاف ديال المقاولات مع ضروره احترام هذا العمل منصوص التشريع العمل والنصوص التشريعيه والتنظيميه والقانون الجاري بها العمل. المقاول الذاتي ما غاديش يخاف من السيزي الله يحفظ مثلا للدار ديالو مثلا كان عنده المقاوله ديالو في الدار ما يخافش يعني ما كيسيزيوش اذا كان عندك المقاوله في المنزل ديالك بسبب الديون اللي كتسالو واللي مرتبطه بالنشاط المذكور. ايضا المقاول الذاتي رجع من حقه يستافد من التغطيه الصحيه ايضا ابتداء من تاريخ التسجيل في المقاول الذاتي. المقاول الذاتي يقدر يعطي الفاتوره يعني حتى هو عنده الحق يعطي الفاتوره. تمويل القانون تمويل المقاول الذاتي يعني الجديد المقاول الذاتي اللي خرج مؤخرا في 2022 ومؤخرا وبتاريخ 3 فبراير 2021 تم الاحتفال بإطلاق برنامج مندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى جدا والصغيرة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا البرنامج اللي طلقوا عليه اسم انطلاقة غادي يمكن عدد كبير من الفئات المستهدفة بما فيها المقاولين الذاتيين أو أصحاب المشاريع الصغيرة جدا باش يحصلوا على هذا التمويل. إذا كانت عندك شي فكرة أو مشروع وبغيتي تعرف كيف يمكن لك تدعم المقاول الذاتي واللي بغيتي تعرف كيفاش يمكن لك يعني كيفاش كيتقدم الدعم المقاول الذاتي
وكيفاش غادي يتم تمويل المقاول الذاتي. فما عليك الا تتبع الفيديو اللي غيجي مور هذا الفيديو هذا، وغنشرح لكم فيه الديتاي كذلك. ولكن كنتمنى من هذا الفيديو نشوف فيه شويه ديال التفاعل، باش هكذا كتدعموني وكتخليوني نفتش لكم ونعطيكم مواضيع اكثر واكثر اللي تقدر تفيدكم. شنو الشروط باش تحصل على صفه مقاول ذاتي؟ باش تقدر ترجع مقاول ذاتي خاص توفر فيك واحد مجموعه الشروط اللي هي سهله. خاصك تكون كتمارس شي خدمه سواء في مجال الصناعه او الحرف او التجاره او الخدمات. خاص ما يتعداش الرقم الأعمال السنوي اللي حصلتي عليه في عامين متتالية 50 مليون سنتيم إلا كنتي صنايعي أو حرفي أو تاجر، وما يتعداش الرقم الأعمال السنوية ديالك 20 مليون سنتيم إلا كنتي كتقدم الخدمات. خاص تنخرط في نظام الضمان الاجتماعي والمنصوص عليه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصك تتسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. ايضا من الشروط الضروريه باش تحصل على الشخص على صفه مقاول ذاتي، خصك تكون مغربي او براني، يعني اجنبي عايش في المغرب ومطلع على اوراق الاقامه، يعني عندك اوراق الاقامه. الاجنبي واللي مقيم في المغرب يقدر حتى هو يرجع مقاول ذاتي في المغرب الا كانت الاقامه ديالو في المغرب قانونيه وكيتوفر على مقر جبائي بالمغرب. كيفاش يمكن لك تنشأ بطاقه المقاول الذاتي، او كيفاش تسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؟ كيفاش يمكن لك تحصل على بطاقه المقاول الذاتي؟ باش تقدر تحصل على بطاقه المقاول الذاتي خصك اولا تسجل كيف ما قلت لك في السجل الوطني للمقاول الذاتي. وباش تقدر تسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي خصك تدوز من مراحل تاليه. خصك يكون عندك عنوان الكتروني خدام والرقم الهاتف. العنوان الالكتروني ايميل او جيميل. خصك تعمر استمارة المقاول الذاتي اللي هي عباره عن طلب تسجيل في المقاوله الذاتيه، واللي كتوازي طلب التصريح بالتاسيس في الانترنت في الموقع الرسمي للمقاوله الذاتيه. ولكن غادي يكون عليك تعدل واحد حساب مقاول ذاتي باش تقدر تعمر الاستماره. من بعد ما تعمر الاستماره غادي يكون عليك تطبعها وتسنيها وتدفعها في شي بنك، ديك البنوكه اللي سبق لي قلت لكم. والاجل ما يتعداش 30 يوم على النهار اللي تسجلتي فيه. شمن عنوان خصك اللي خصني نصرح به؟ مثلا هاد الاسئله كتطرح بزاف. شمن عنوان خصني نصرح به على حسابي في المقاول الذاتي؟ من تكون باغي تسجل في السجل الوطني للمقاولين الذاتيين تقدر تدخل جوج العناوين. اثناء العمليه التقييد بالسجل الوطني للمقاول الذاتي يمكن تدخل عنوانين. العنوان الاول خصو يكون نفس العنوان المشار له في البطاقه الهويه، بينما العنوان الثاني متعلق بمكان مزاولة النشاط ديالك في حالة ما إذا كان مغاير للعنوان الأول. شكون هما الأبناء الشركاء لبريد البنك؟ واللي سبق لي قلت لكم من بعد ما تعمروا استمارة المقاول الذاتي كيف ما قلنا غادي يكون خصك تدفع لشي بنكه، وتكون هاد البنكه شركه بريد بنك. والشركاء البنكيين اللي قلت لكم ونعاود ناكد لكم كاينه بريد بنك، بنك الشعبي، التجاري، وفاء بنك، الشركه العامه بي ام سي، القرض الفلاحي، المصرف المغرب، البنك المغربي للتجاره الخارجيه، القرض العقاري والسياحي. المهم من تبغي تمشي تدفع الطلب في البنكه اللي اختاريتي، سواء بطاقه المقاول الذاتي التجاري وفاء بنك او بي ام سي بنك، خاص تدي معاك هاد الوريقات. وديك الوريقات شنو هما؟ نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه الالكترونيه او من بطاقه الاقامه للاجانب، صوره تعريف حديثه تكون عندها خلفيه زرقاء او رمادي فاتح على شكل 35 ملم على 35، يعني الصوره شخصيه، استماره اللي عمرتي من الانترنت وخصك تكون موقعه بيدك. والسؤال اللي كيتطرح واش يقدر المقاول الذاتي يدفع الطلب في السياج بنك؟ سياج بنك ماشي من بنوك الشركه البريد المغرب، هذاك علاش ما يقدرش المقاول الذاتي يقدم الطلب ديالو فيها. البنوك اللي يقدر يدفع فيها الشخص الطلب ديالو هي اللي ذكرناها سابقا. اذا اصدقائي كنتمنى من هذا الموضوع يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا، وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.